افتح يا ابني. ايه؟ معقولة؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا بنتي الحمد لله. ازيك؟ اوعى تخاف ولا تضعف يا بطل. معقولة يا صفي؟ ابوكي برضه يخاف من قضاء ربنا ولا يضعف قدام حماقة عبيده؟ كويس قوي ان هم سابوكي تشوفيني علشان عايز اوصيكي بحاجة. لا هسمع ولا انت هتقول. انت مش رايح علشان توصيني يابا. مش وصية الموت يا بنتي، ولو اني دلوقتي شايف ان كلنا لازم نبقى مستعدين له في اي لحظة. ربنا يبارك في عمرك ويخليك لي يا حبيبي ويديك الصحة، ما تقولش كده. حام ماله حامد يابا؟ لو تعرفي هو فين او تعرفي اي سكة توصلي له قولي له ابوك الشيخ سليم بيقول لك اياك، فاهم عليه؟ اياك تسلم نفسك. انت بتقول ايه؟ يعني يسيبهم يعدموك يعني؟ قلنا ايه يا صافية؟ قلنا ايه؟ كله قضى ربنا، بس ربنا امرنا ان احنا ما نرميش نفسنا للتهلكه. التسليم دلوقتي معناها التهلكه، لو سلم نفسه اكيد هيعدموه. ولو ما سلمش نفسه اكيد هيعدموك انت. لا مش اكيد ولا حاجه، احنا ما نعرفش بكره في ايه، الله اعلم. ما جايز ان هم يمطلوا على امل ان حامد يسلم نفسه، وجايز ان هم يخافوا يعدموني لحسن اهل البلد يقوموا عليهم، الله اعلم. انا مش قادرة اعمل كده يابا. خصيمك النبي ما تزعل مني. مش قادرة اقول له يروح يسلم نفسه. قلبي مش مطوعني ان انا اسيبك هنا، وانا عارفة ان هو لو سلم نفسه هينكدك. وفي نفس ذات الوقت مش قادرة اقول له روح اتعدم، وارجع اقول هو اللي اختار ان هو يبقى شهيد، لما اختار ان هو ياخد طار صابر. ابويا ملوش ذنب، قال اني رايحه له جري، وفجأة مفطورة من العياط. أنا في اختبار وحش قوي يابا. صافية يا بنتي، ربنا سائق ليا النهارده، والحمد لله يسرها لك فسابوك تقابليني، علشان بلدنا محتاجه دلوقتي لحامد واللي زيه عشان يصلبوا عودها. بلدنا مستنيه اللي جاي مش اللي رايح. بلدنا صلبة عودها بحسك، أنت كبرها. الكبير كبير بتضحيته، مش بسنه، مش بمقامه. محمد دلوقتي هو الكبير لأنه ضحى وتقدم الصفوف، واجه الموت. يبقى حامد هو الكبير اللي هيقدر يلم أهل البلد ويملاهم نخوة. مش قادرة يابا، مش قادرة يابا. صافية، أنا عمري ما غصبتك على حاجة، بس المبادئ خير. طوعيني يا بنتي من غير كلام، ريح أبوك الله يرضى عليك.